طبيعة الجسم عندي إنه بيحافظ على درجة الحرارة الخاصة بالأعضاء بتاعته، فلما يكون في فصل الشتاء والجو برد جدا، فالجسم بيبقى ليه رد فعل طبيعي جدا إن هو بيعمل انقباض للأوعية الدموية أو بما يسمى بالفازو كونستريكشن. فتبدأ الأوعية الدموية تضيق في الأطراف علشان يحافظ على كمية الدم الموجودة في الأعضاء نفسها، وده رد فعل طبيعي جدا من الجسم اتجاه الجو أو الظروف أو البيئة اللي هو فيها. فيبدأ الشخص مننا يحس ببرودة في الأطراف سواء في إيده أو في رجله. السلام عليكم، معكم دكتور محمد من صيدلية البنداري. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج صيدلية البنداري في كل بيت. عرفنا ان الجسم بيدي رد فعل طبيعي جدا اتجاه الجو او البيئه اللي حواليه، فيبدا يجمع الدم كله اتجاه الاعضاء عشان يحافظ على حركه الاعضاء، ويبدا يقلل في الاطراف، في الدم في الاطراف بتضييق الاوعيه الدمويه. طب ايه يا دكتور اللي يخلي شخص يجيله بروده في الاطراف وشخص تاني لا؟ اكيد احنا عايشين مع ناس، في ناس بيحسوا بكده وناس ما بيحسوش بده. طب ايه السبب؟ في عده اسباب يا جماعه، احنا هنقول الاسباب وهنقول كل واحد ونشوف كل واحد عنده سبب ايه ويقول انا عندي ده. تمام. ممكن اكون عندي انيميا نقص حديد او انيميا نقص فيتامين بي 12، لان كده كرات الدم الحمراء المسؤوله عن نقل الاكسجين لباقي اجزاء الجسم مش كويسه، في انيميا. تمام. وبالتالي البروده هتحصل لك. تمام. تاني حاجه ممكن يكون عندي خمول في الغده الدرقيه. تالت حاجه ممكن مريض السكر يا جماعه بيشتكي من بروده الاطراف برضو كذلك، لسببين. اول حاجه ان اصلا السكر بيعوق تدفق الدم في الاوعيه الدمويه، وبالتالي كميه الدم اللي هتروح الاطراف هتكون قليله. تاني حاجه اصلا هو مريض السكر مع الوقت بتحصل له الخلايا العصبيه او النهايات العصبيه اللي موجوده في الاطراف بيحصل فيها مشكله اصلا كمريض سكر بعيدا عن الجو. وبالتالي السكر مع البروده والاعصاب، فيتلاقي برضه بيحصل له بروده شديده جدا والم كمان بيحصل له في النهايات العصبيه اللي موجوده في الاطراف عندي سواء في ايدي او في رجلي. رابع سبب التدخين بيعمل تضييق للاوعيه الدمويه، بيعمل لها تلف، بيعمل مشاكل كتير جدا التدخين للاوعيه الدمويه، وبالتالي برضه كميه الدم اللي هتروح للاطراف هتكون قليله، وبالتالي برضه هيحصل لك بروده الاطراف. خامس حاجة كبار السن اللي عندهم أصلا مشاكل في الأوعية الدموية الطرفية مع التدخين اللي هو بيدخن، دي مشكلة كبيرة تانية في حد ذاتها، إن الاتنين برضه مع بعض هيعملوا برضه برودة في الأطراف. في بقى يا جماعة ظاهرة، ودي آخر سبب معايا، اللي هي رينويد سيندروم. يعني إيه يا دكتور رينويد سيندروم؟ الرينويد سيندروم ده يا جماعه هي حاجه مش معروف سببها ايه اللي بيحصل فيها. ان بلاقي ان في فصل الشتاء صوابعي بتبيض وتصفر، ومش في الشتاء بالاخص، نقول في البروده اكتر، الصوابع او الاطراف بتصفر وبتبيض. وفي فصل الصيف او في الحراره الشديده بلاقي الصوابع بتحمر. وممكن انا اعيش الاثنين في فصل الشتاء، ادفي ايدي جدا جدا الاقي ايدي احمرت جدا، اسيب ايدي في الهواء فتره طويله الاقي ايدي بيضت. دي يا جماعه حاجه اسمها رينويد سيندروم، واحنا هنيجي نتكلم بالاخص على الرينويد سيندروم. وانا يا دكتور عايز اعالج ازاي؟ اول حاجه يا جماعه ان انا هشوف انا عندي سبب ايه من الاسباب اللي احنا اتكلمنا فيها ديت، وابدا اعالج السبب، لان اللي ظهر عندي ده او البروده بتاعت الاطراف ما هي الا عرض لسبب موجود عندي بيحصل لي. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه مهمه جدا جدا، اتقل هدوم هنا كتير، اتقل الاعضاء الداخليه، المنطقه ديت اللي فيها اعضاء كتير ادفيها كويس جدا، البس هدوم تقيله من فوق علشان الجسم يكون رد فعله طبيعي ان المنطقه دي متدفيه، وبالتالي يقدر يوصل الدم للاطراف. تمام. نقطه مهمه جدا برضو ان انا البس جلافزات، مش عيب يا جماعه. البس شرابات كتير مش عيب، انت كده بتدفي جسمك، فانت ما تسيبش منطقه متدفيه والمنطقه الثانيه فيها مشكله، لان الدم احنا قلنا ايه؟ الجسم بيدافع عن كل حته في جسمك. تمام. ممكن اعمل مساج لايدي والرجل كويس جدا علشان اوصل الدم للمنطقه ديت، لان في احتكاك
اي احتكاك الدم بيزيد فيه، وبالتالي برضو لما الدم يوصل هيبقى هيحصل تدفئة. التمارين الرياضية يا جماعة والمشي بيعمل تنشيط رهيب للأوعية الدموية، فأنت لازم تواظب على الرياضة على قد ما تقدر، وخصوصا في فصل الشتاء. نحاول على قد ما نقدر نقلل سجاير ونقلل قهوة، الاتنين قلنا بيعملوا لي مشاكل في الأوعية الدموية، لما أقللهم الدنيا هتتحسن معايا أكتر. بلاش 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 تستعمل مية ساقعة أو باردة، حاول المية دايما تكون فترة يا إما دافية، علشان إيدي مش مستحملة ولا رجلي مستحملة لأي مية تكون ساقعة أو متلجة كمان يعني. طب هنعالج إزاي يا دكتور بقى؟ إحنا عرفنا كده كل ده وإيه اللي إحنا نعمله وإيه اللي إحنا ما نعملوش. طب هعالج بقى أدوية إزاي؟ دواء مشاكل في الأوعية الدموية، يبقى أنا هاخد أدوية توسع لي الأوعية الدموية علشان الدم يمشي فيها، زي الاستجرون، قرص مرتين في اليوم بالكتير، تمام، بالكتير لمدة أسبوع، هلاقي الدنيا اتحسنت أصلا، تمام. وبرضه استشير الصيدلي واستشير الطبيب في نقطة زي دي، تمام. تاني حاجة إن لو الأعراض شديدة آخد الأسبوسيد أو الأسبرين، بيعمل سيولة في الدم، بيخلي الدم فيه حركة زيادة. في الأطراف بقى أنا هحاول على قد ما أقدر إن أنا أستعمل كريمات مرطبة وملطفة للجلد، بنسينول، مويست وان، كرباميد، أي كريم ملطف ومرطب للجلد أستعمله. في النهاية أنت لازم تعرف إن دي حاجة سيلف ليميتد. يعني إيه سيلف ليميتد؟ يعني كده كده أصلا من غير علاج هي ممكن تيجي وتمشي لوحدها، بس إحنا بتضايقنا قوي وجودها، فإحنا بنقول ناخد علاج، لكن لو أنت سبتها أصلا هي هتلاقي مش لوحدها. ده كان موضوع مهم جدا كنا لازم نتكلم فيه، خصوصا ان احنا في فصل الشتاء. ويا ريت لو استفدت بالفيديو حاول تفيد غيرك وشيره عندك، يمكن تفيد حد قريبك، حد صاحبك. وشكرا جدا، كان معكم دكتور محمد من صيدلة البنداري. السلام عليكم.